هو يا ترى هيحصل ايه لو عملنا الافتكاسات اللي احنا بنعملها الاندومي بس بدلناها وحطينا مكانها مكرونه؟ بسم الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمدان ده؟ ميكس نكهات مع بعض بجد، حرفيا لازم تعرف الطريقه دي بتتعمل ازاي. فاول حاجه نصلي على النبي، وفي اي حله عندنا على النار هننزل بميه سخنه ونقوم نازلين برشه ملح وسالقين المكرونه بتاعتنا حوالي 10 دقايق، ونقوم عاملين الخلطه بتاعتنا. فاي طاسه عندنا على النار هننزل بمعلقه زبده ونقوم مشوحين شويه ذره حلوه، وننزل عليه برشه ملح وفلفل اسمر وبابريكا ورشه زعتر، نديهم تقلبتين ثلاثه ونقوم شايلينهم ونازلين بمعلقه زبده كمان. واول ما الزبده تدوب معانا نقوم شوحين شويه بصل، واول ما لونه يبدا يدبل معانا ننزل بمعلقتين صلصه نديهم تقلبتين ثلاثه مع كوبايه كريمه مع ملح وفلفل اسمر وبابريكا شويه زعتر، نفس التوابل اللي احنا حطيناها على الذره، بس المره دي نقوم حاطين رشه سكر عشان حموضه الصلصه، ونسيبهم على النار هاديه لحد ما يتسبكوا معانا. لو انت حاسس ان الدنيا مزنقه معاك، فقال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فانا عايزك تداوم على الاستغفار وتكتب لي تحت في الكومنتات مين من انبياء الله اللي ورد معاه الموقف ده. وطبعا بعد ما حضرتك تكون عملت سيف للفيديو عشان كل مره تشوفني فيها لازم تستغفر ربنا. نقوم المكرونه استوت معانا، نقوم نصفينا وننزلين بقى الخلطه بتاعتنا مع معلقتين من الجبنه الكريمي، وننزل بالذره بتاعنا ونشقلب كل حاجه مع بعض، وننزل بنص ليمونه، وفي الاخر لازم نجرنش بشويه بقدونس او شويه كزبره، ولازم ننزل بتاتش شطه كده لو انت بتحب الحاجات الحراقه. وبس كده احنا خلصنا. ولو انت عندكم وصفات تانية حابين تعملوها بالمكرونه ممكن تقولي تحت في الكومنتات.